الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي في كل مكان؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير ان شاء الله. كده اوريكم كده ايه فرخة كده عندنا هنعملها طريقة شوي، بس طريقة سهلة جدا جدا وحلوة، ومش مش يعني مفيش اي مجهود خالص. جبنا الفرخة كده قسمناها نصين. جبنا حطينا الاوراق اهيت في البوله اهي، وبعدين ده الصدر بقى بنقطعه قطع كده صغيرة عشان نعمله فراخ فشار بالتوابل دي الجميله دي: ملح وفلفل وكمون وبابريكا وكزبره ناشفه والسبع بهارات بتاعتي اللي انا التتبيله بتاعتي اللي انا بجيبها حصى واطحنها في المطحنه، كوبيبه صيني على جوز الطيب مطحونين، وحبهان على ملح ومطحون برضو، ومعلقه توم باودر، بصله فرمنها، ومعلقه هريسه شطه، وبصلايه فرم، ومعلقه عسل اسمر وليمون، ومعلقه زيت. ولو عندك كوبايه زبادي حطيها، ما كانش عندي ما حطيتش، انا ببقى احط كوبايه زبادي على طول. كده تمام. كده بقى هنجيب بقى ايه نص الفرخه اللي هو الاوراق اللي هنشويها، والنص التاني الصدر اللي هنعمله فشار. فشار ازاي بقى؟ هنجيب التتبيله دي ومعلقه صلصه، متنسيش معلقه الصلصه حلوه برضو. ولو عندك مستردة برضو جميلة قوي، بتدي طعم كده حلو. كده بقى جبنا صدر الفرخة اللي قطعناه قطع كده اللي هنعمله فشار. حطينا بقى السمنة التتبيلة كده، حطينا عليها كده على صدر الفرخة. ودي بقى الأوراق اللي هنشويها. قطعنا الدبوس والصفحة لوحدها أو الورك بالدبوس على بعضه كده. هنتبلها بقى ونحطها في الفريزر أو في التلاجة لو هتعمليها يعني على طول. لو انت عاوزه تعمليها على طول او في الفريزر يبقى حلو، يعني يومين ثلاثه كده تقعديها في الفريزر تبقى جميله كده. التتبيله بتاعت الصدر اهي، وكده الاوراق اهي فتحناها كده شرحناها كده. وبعد كده بقى ايه هنوريكم بقى حطيناها في الصينيه. انا حطيتها في الصينيه، ممكن تحطيها على الشبكه اللي هي في النص في البوتاجاز، بس انا حطيتها في الصينيه لما اتشوت. هنعمل بقى الفراخ الفشار دي ازاي بقى، اللي هي صدر الفراخ اللي قطعناها وبعد ما اتشوت طبعا حطينا الفحمه اللي انت شفتها الجميله دي، وغطينا عليها لحد ما بقت طعم الفحم بالظبط، طعم ان انت فرخه شارياها من المحل مشويه على الفحم. جربوا الطريقه دي هتعجبكم فعلا يعني. ده بقى ايه اللي هو اللي مش عارفه اسمه فلاور او كورن فليكس او حاجه كده، بنشتريها من عند العطار بتاعه خلطه الكنتاكي دي. وبعدين ضربتها في المطحنه وحطيت عليها معلقه دقيق ومعلقه نشا ومعلقه بودر، ومعلقه بقسماط. بودر لا، بقسماط ونشا ودقيق وبابريكا. وتبلناها كده، غلفناها كده بالتغليفه اللي هي احنا متبلين طبعا الفراخ القطعه دي متبلينها، فغلفناها بقى بالتتبيله دي بتاعت الكورن فليكس دي. وهنحمرها في الزيت وتبقى فراخ فشار. هي دي بقى فراخ الفشار، اسمها فراخ فشار. فشار ليه بقى؟ عشان التغليفه بتاعتها دي وجميله، الطعم جميل. طب انا عاوزاكم بس تجربوا التتبيله بتاعتي الجميله دي. طريقه حلوه جدا ومش مكلفه وحلوه خالص وسهله سهله. وما تنسيش تحط الفحمية على النار وبعدين تحطيها وتحط عليها معلقه سمنه او زيت وتسيبها. شوف الشكل الجميل بقى والطعم كان اجمل. اهو ده بقى اللي انا عاوزه اقول لكم عليه. اهو جبت طحنته في الكبه بقى لوحده كده، طحنه واحده بس، مش عاوزاه ناعم او بودره ولا عاوزاه خشن. اهو طحنته في الكبه وحطيته ايه، بس الخطوه دي اتاخرت. وحطيت عليه معلقه نشا ومعلقه دقيق ومعلقه بابريكا بس. اهو طحنه بالشكل ده بقى كده. ممكن